شوف انا ما جايش نهضر هنا على الهجره بحال فيلم ولا كلام ديال السوشيال ميديا. انا غير واحد الشخص جا لامريكا وعايش واحد الحقيقه اللي بزاف ما كيهضرش ليها. في البدايه كنت بحال اي واحد، حلم بسيط نجي لهنا نخدم عام ولا جوج نجمع شويه الفلوس ونرجع لبلادي ونبدا حياتي في المغرب. كنت كنقولها بثقه بحال شي حاجه محسومه، ولكن ما كنتش عارف ان هذا غير مؤقت، هو اللي غادي يسرق لك الوقت. ايام بدات كدوز، او اول شهر جديد حماس، اول عام خدمه تعب ضغط، ومن بعد ولات الحياة غير روتين. والمشكل ماشي هنا، المشكل هو أنني بقيت ديما كنقول مازال غير حتى نرتاح، غير حتى تحسن الظروف، غير حتى نكون واجد. ولكن الحقيقة الظروف ما تتسنى حتى واحد. بديت كنلقى راسي هنا وعقلي في البلاد، كنمشي للخدمة كنعيش نهاري، ولكن في داخلي كاين واحد المكان آخر مازال عايش فيه. كنعيش حياة كتبان مزيانة من برا، كنضحك كنصور كنبان عادي، ولكن في الحقيقة كاين جزء كبير مني غير واقف ماشي عايش فعلا. والمؤلم أكثر هو أن السنوات بدات كدوز، وبديت كنشوف راسي كنكبر، الفرصة اللي كانت قريبة مني ولات بعيدة. وبديت تنسول راسي شنو درت فعلا في هذا الوقت كامل. واش بنيت حياتي؟ لا لا. واش رجعت ووجدت حياتي تماك؟ حتى هي لا. غير بليس في واحد المنطقة بين جوج ديال العوالم، العالم المغرب وعالم امريكا. لا انا هنا فعلا ولا انا تماك فعلا. ودابا كنقول بصراحه اخطر حاجه هي تعيش بعقليه غادي نرجع النهار، حيت هذا النهار ممكن ما يجيش كيف ما كنت متخيل. وممكن تلقى راسك ضيعتي بزاف ديال الوقت وانت غير كتشوف حياة كدوز. دابا السؤال اللي باقي عندي، واش انا عايش حياتي فعلا ولا غير كنتسنى حياة تبدا؟